بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا قبل الماتش النهائي النهارده الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري في الإمارات، أتمنى إنها تكون مباراة تليق باسم الكرة المصرية بالأهلي والزمالك الكبير أو الكبار في القارة الإفريقية وفي الشرق الأوسط. طبعًا الزمالك فريق جديد زي ما أنا قُلت في الفيديو الأخير، كابتن مدرب جديد أحمد عبد الرؤوف، خد دعم كبير بعد فوزه على بيراميدز طبعًا والإعلام والناس كلها عمّالة تقول أحلى كلام. واللعيبة بتصدّق الكلام ده، لعيبة الزمالك طبعًا أكيد مصدّقة الكلام ده، طالما في مكسب وفيه نجاح اللعيبة بتصدّق طبعًا. اللي أنا عايز أقوله أتمنى إن هو يستفاد من الدعم الغير محدود دوّة بعد فوزه على بيراميدز، إن هو طبعًا بدأ بتشكيل أنا باشوفه غريب جدًا، استبعد حسام عبد المجيد اللي عايش ونجح مع الفريق، ولاعب ولد لعيب اسمه إسماعيل، طبعًا المنتخب الكابتن حسام بيضمه، ما فيش مشكلة يبقى هيضطر يلاعبه. اللي أنا عايز أقوله إن تشكيل الزمالك فيه مجازفة، ليه؟ لإن هو طبعًا زي ما أنا باقول فريق جديد، ولكن الدوافع واللعيبة كلّها عايزة تثبت نفسها واللعيبة بتلعب بإريحية لإن ما فيش سمسار بيدير النادي دلوقتي. فاللعيبة بتلعب كورة يا جماعة، لعيبة الزمالك بتلعب بحماس وبروح نادي الزمالك الكبير اللي عنده جمهور عظيم. طبعًا الأهلي طبعًا فريق عايش في نجاحات باستمرار، جاب مدرب خلاص وقف على أكتر من 85% من إمكانيات اللعيبة. عجبني جدًا إنه اختار مكان لبن شرقي لإن تريزيجيه هو الأفضل في حتة الجناح الشمال. وده أنا كنت دايمًا أقوله للناس، إن تريزيجيه لازم هو اللي يلعب في الحتة بتاع الشمال، ما يلعبش في عمق الملعب. كوكا كمان ونفس الكلام برضه على كوكا طبعًا الدوافع اللي بينقال دلوقتي على الولد اللي اسمه ناصر ماهر إن الكابتن حسام ما ضموش ونخش في النوايا والكابتن حسام عايز يحبطه. هو ناصر أنا عايز أقول له أو أقول للإعلام كله ناصر بيلعب في الزمالك ونجح، نجح يعني بيلعب على طول في الزمالك أساسي أو بيلعب عشان في فوضى فنية في نادي الزمالك، ما فيش مدربين بتيجي الزمالك الفترة الأخيرة، مش مدربين بمفهوم التدريب اللي هو الصح يلعب، لأ ناصر بيلعب عشان زي ما أنا باقول كده في فوضى فنية في نادي الزمالك واختيارات على طول ولاعيبة ومدربين والكلام ده كله. هو طبعًا طالع ينتقد الكابتن حسام، ده بيدل على شخصيته، مش شخصية اللعيب اللي يلعب في الأندية الكبيرة. كوكا كذلك برضه استُبعد، رغم إن ده غلط بقى، استبعاد كوكا اللعيب اللي بيلعب defender نجح مع المنتخبات، نجح مع النادي الأهلي حتى في مكان ما بيلعبش فيه. أهوّة ما اتكلمش يا ناصر. اللي أنا عايز أقوله الأهلي طبعًا أقرب بكتير من النادي الزمالك للفوز، وأتمنى إن المباراة ما تكونش يعني تكون في مصلحة الأهلي فقط زي الماتش الأخير. الزمالك عنده مشاكل كتير فنية في الملعب، ولكن عنده الدوافع والحماس والرغبة أكتر من الأهلي طبعًا. الأهلي عنده الخبرات وعنده الرصيد وعنده الموهبة بتاع المدرب وعنده إدارة ال90 دقيقة. ربنا يستر على الزمالك وما ينغلبش كتير بس. شكرًا والسلام عليكم.